سؤال محير لكثير من الناس. إذا كنا نسمع أن الإمام أحمد مثلا يحفظ ألف حديث، يعني مليون حديث، والإمام الفلاني يحفظ 500,000 حديث، وغيرهم من الأئمة يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، فأين تلك الأحاديث الآن؟ لو نظرنا في جميع كتب السنة، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها، سوف نجد أقل من هذه الأعداد بكثير. فأين ذهبت تلك الأحاديث مئات الألوف التي يتحدثون عنها؟ الجواب أن الأحاديث تلك هي نفسها الموجودة لدينا الآن، إنما الاختلاف هو في طريقة الحساب. وهذا الأمر إذا لم يفهمه الإنسان فإنه ربما يظن أو يعتقد أن هناك جزءا كبيرا من السنة النبوية مفقود، وهذا الأمر غير صحيح، وهو يدل على عدم فهم هذا الإنسان لطريقة العلماء القدامى في حساب الأحاديث. وطريقتهم أنهم كانوا يعدون كل طريق أو إسناد يؤدي إلى الحديث يعدونه حديثا مستقلا. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، فجاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من 100 طريق، فيعدون ذلك 100 حديث، مع أن المتن الكلام النبوي هو كلام واحد، وهو قوله مثلا الدين النصيحة، أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا كمثال. فكل طريق يؤدي إليه يعدونه حديثا مستقلا ويعتنون به عناية تامة. هذا السبب الأول الذي يجعل الأحاديث بهذا العدد الكبير لديهم. السبب الثاني أنهم كانوا يعدون آثار الصحابة وفتاوى التابعين، يعدون ذلك من جملة الأحاديث. ولذلك إذا قال أحدهم 100,000 حديث 200,000 حديث، فيقصد بذلك الأحاديث النبوية، وكذلك آثار الصحابة وفتاوى التابعين. ولذلك الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر. المكرر يعني الأحاديث مهما تكرر يعدون كل حديث حديثا مستقلا، وكذلك يعدون الأثر وفتوى التابعي ونحو ذلك. ثم يقول الذهبي: وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك.